في قلب غابة كثيفة حيث يتشابك الظل مع الضوء كان يعيش متسول يدعى حكمت. لم يكن حكمت كبقية المتسولين، فقد كانت عيناه تحملان لمعة الذكاء والقوة، وجسده الهزيل يخفي عضلات صلبة نحتت من سنوات المشي والصراع من أجل البقاء. كان أهل القرية القريبة يخشون حكمت ويحترمونه في آن واحد، فبالرغم من مظهره البسيط كانت هناك قصص تتناقل حول قدرته على التغلب على الصعاب. في أحد الأيام جاء خبر مفزع إلى القرية: أسد ضخم بوزن 500 كيلو يهدد المنطقة ويفترس الماشية ويرهب الأطفال. كان هذا الأسد الذي أطلقوا عليه اسم صخر يسيطر على الغابة، ولم يجرؤ أحد على مواجهته. قرر حكمت أن يواجه الأسد ليس من أجل مكافأة أو شهرة، بل من أجل إنقاذ أهل القرية الذين طالما نظروا إليه بازدراء. تسلح بحكمة السنين وبدأ في التخطيط للمواجهة. لم يكن لديه سيف أو رمح، لكنه كان يمتلك سلاحاً أقوى: عقله. اختار حكمة مكاناً ضيقاً في الغابة حيث تتجمع الصخور وشكل فخاً من الأغصان المتشابكة، مستفيداً من خبرته في البقاء على قيد الحياة. عندما ظهر صخر الأسد لم يواجهه حكمة بالقوة، بل بالذكاء. كان يتفادى هجماته ويستخدم التضاريس لصالحه، حتى استدرج الأسد إلى الفخ الذي أعده. سقط الأسد في الفخ ولكنه لم يستسلم. قاوم بقوة، ولكن حكمة بذكائه وقوته التي لم تكن ظاهرة تمكن من تثبيت الأسد، ليس بقتله بل بشل حركته. استخدم أغصان الأشجار والحبال التي جمعها وقيد الأسد بعد أن استنزف كل قوته في المقاومة. بعد أن تمكن من السيطرة على الأسد لم يقتله حكمت، بل أطلق سراحه بعد أن أخذ منه وعداً صامتاً بعدم الاقتراب من القرية مرة أخرى. لم يصدق أحد من أهل القرية ما حدث. كيف لمتسول هزيل أن يسيطر على أقوى وحش في الغابة؟ أصبح حكمة بطل للقرية، وأدرك الجميع أن القوة الحقيقية لا تكمن في العضلات وحدها، بل في الذكاء والشجاعة. وعاد حكمة إلى حياته البسيطة، لكن هذه المرة لم يكن متسولاً في نظرهم، بل كان حكيماً وبطلاً.